بصوا بقى وعلى الرايق كده تعالى اقول لكم على شويه معلومات هتفيدكم جدا في انكم تكونوا شخص افضل من دلوقتي. اول حاجه انك تهتم وتحترم الاخرين. يعني ايه؟ هقول لكم ان انتوا ما تتاخروش على مواعيدكم، خلي بالكم من كلامكم، خلي بالكم من الالفاظ بتاعتكم، خلي بالكم من الايموشن بتاع الوش بتاعكم. كل الحاجات دي بتفرق جدا. يعني ممكن شخص ياخدها عادي بهزار، شخص تاني ياخدها بحساسيه شويه، فهي بتختلف من شخص لشخص. لازم تحترم مواعيدك. طب تتجنب الحاجات دي ازاي؟ هقولك ان انت مثلا حاول ما تنساش التليفون في البيت. حاول ان انت يعني لو حد مثلا، لو انت رايح لحد من صحابك، حد من زمايلك وهو رن عليك عشان مثلا يشوفك انت فين، فانت حاسس ان انت لسه قدامك كتير، فانا تقول بقى لا انا مش هرد عليه دلوقتي، انا لما اقرب هبقى اكلمه. فده غلط. لا، لازم ترد عليه، انا في المنطقه الفلانيه معلش ممكن اتاخر شويه، انا حاسس ان السكه واقفه كده. فلازم تحترم الاخرين، لازم تهتم بيهم، تهتم بزعلهم، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى ان انت تبدا يومك بعاده صحيه. يعني ايه؟ زي وجبه الفطار كده، انك انت تصحى مثلا تقول انا هشرب قهوه وانزل، ان انا هشرب ميه وانزل وكده عادي انك هتكمل يوم. فانا بقول لك ان ده غلط. لا، وجبه الفطار دي عليها عامل كبير وعامل اساسي جدا، ان هي تساعدك، ان هي تديك طاقه لليوم كله. هتحس ان انت لا لسه فيك صحه ان انت تواجه بقيه اليوم. يعني اللي هو انت ما يبقاش عندك شغل، ما يكونش عندك تمرين، ما يكونش عندك مليون مشوار رايحه وتصحى تشرب لي قهوه وتنزل. لا، وجبه الفطار دي عليها عامل اساسي جدا 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 في يومك كله. تالت حاجه بقى انك تحترم راي الناس اللي حواليك. يعني مثلا لو انت او انت قاعدين مع شله صحاب وقاعدين مثلا بتتكلموا في موضوع شخصي، موضوع اجتماعي، موضوع عام عامه، فكل واحد فيكم بدا ان هو يبدي برايه، يقول انا رايي كذا، وفلانه تقول انا رايي كذا، وفلان يقول انا رايي كذا. فتبدا بقى ان انت تقول لا على فكره انت رايك ده يعني غريب قوي، يعني انت مش شايف ان انت غلطان في كذا وكذا، بصراحه انت ما بتفهمش. فلا، ده غلط، ده غير مقبول نهائيا. لازم تحترم اراء الاخرين، تسمع ارائهم حتى لو انت مش مقتنع بيها، بس هتسمع ارائهم وهتقول وجهه نظرك. اقتنعوا بوجهه نظرك، اقتنعوا ما اقتنعوش، فكل واحد ليه رايه. لان زي ما انتم عارفين ان كلنا عندنا وجهات نظر وبتختلف من شخص لشخص ومن حد لحد. حاجه كمان برضو هتساعدك جدا انك تكون حد افضل، انك تعبر عن مشاعرك واحاسيسك، انك بمعنى اصح تعبر عن نفسك. يعني تقول لاصحابك قد ايه انت بتحبهم، تقول لاخواتك قد ايه انت ما تقدرش تستغنى عنهم، تقول لمامتك، لباباك، لكل الناس اللي حواليك قد ايه يعني شعورك من ناحيتهم ايه، انت شايل لهم ايه جواك، مدى الحب اللي عندك ليهم. لازم توصل مشاعرك وتوصل احاسيسك ليهم، لان هم هيفرحوا جدا، وكمان هيبقى فيه حته التمسك. حاجه كمان هنقولها النهارده، انك تحاول تستغل الفرص. يعني ايه؟ زي ما انت عارف ان الفرصه بتيجي مره واحده في العمر. طيب انا مثلا جات لي فرصه بس انا قلقان ان انا افشل، هقول لك لا، خد الخطوه وجرب، سواء فشلت سواء نجحت، الاسم ان انت حاولت. فلازم تستغل اي فرصه تجيلك حتى لو كانت صغيره. لا، انت هتستغل الفرصه دي، وان شاء الله الحاجه الصغيره بكره هتبقى كبيره، الحاجه الكبيره بكره هتبقى اكبر. فلازم تستغل الفرص وتستغلها صح. اخر حاجه بقى هنختم بيها الفيديو بتاعنا النهارده، ان انت تكون شخص جدير بالثقه. يعني ايه؟ يعني لازم تكون حد قد المسؤوليه، حد الناس تعتمد عليه، مش حد مثلا لعبي او حد مش قد كلامه. لا، لازم مثلا لو فلان جه قال لك انا عايزك في خدمه، انا عايزاك مثلا تقول لي كذا، او عايزاك تنصحني بكذا، فعايزاك تروح تعمل لي مشوار، فلازم تكون قد الثقه وتكون جدير بالثقه، سواء لنفسك او لاهلك او لاصحابك او لاي حد حواليك. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك، سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.